السلام عليكم. نتمنى كلشي يكون على خير وكلشي مدوز نهار على خير. الوصفه ديال اليوم هي وصفه خاصه بالبنات اللي بغاو يزيدوا الوزن ديالهم شويه وبمواد طبيعيه ما فيهاش اي اضرار. الماده اللي كنقترحها عليكم واللي معروفه الفوائد ديالها وهي الصوجه. الصوجه معروفه بالفوائد وبوقايتها من الامراض للمراه. الكميه اللي غتحتاجيها هي على حسب كل وحده. نقترح عليك في الاول تاخدي كاس ديال حبوب الصوجه، تفسقيهم وتبيتيهم في الماء بحال كما كنديروا اللوبيا. تفسقيها تغسليها مزيان وديرها في شي كاسرونه وغطيها بالماء مزيان. الغد ليه غتصفيها من داك الماء وغتهزي هذيك الكميه اللي عندك، غتلقيها تضاعف الحجم ديالها. غتعبري شحال عطاتك كميه، غتحطيها وغتاخدي ضعفين ديال الكميه ديالها ديال الماء. غتزيدي عليها وطحنيها مزيان في مولينيكس، طحنيها مزيان ومن بعد غتصفيها من دوك القشور اللي غيبقاو منها وغترديها على العافيه لمده 30 دقيقه، ولكن تبقاي تحركي وما تخليهاش حيت اون فوا تخليها تبدا تلصق. فما بين 20 حتى 30 دقيقه على عافيه متوسطه الى مهيله بزاف. تحركيها مزيان ملي غطيب. غطلع ديك الرغوه ديالها شويه، ما تفوتيش نص ساعه ديال التحرك. من بعد غتخليها تبرد وديريها في الثلاجه، وكل صباح تاخدي منها كاس. الا جاتك مجهده يمكن تزيدي عليها العصير ديال الليمون او اي مسمات طبيعيه اخرى وتشربيها كل صباح. غتحسي بزياده الوزن خلال اسبوع، غالبا اسبوع، ومن بعد تقدر تستعمليها المده اللي بغيتي انت. هذه وصفه كنقترحها عليكم ومجربه ومضمونه 100%، ما عندهاش حتى شي اضرار على الصحه، وهي مفيده للبشره، مفيده للدوره الشهريه ديال المراه، مفيده للشعر. يعني ما عليكم الا تقراو على الصوجه في الانترنت غتلقاو مجموعه من الفوائد ديالها. كنتمنى انها تفيدكم، والبنات اللي جربوها ولا اللي ما فهموش الطريقه يمكن يعاودوا يتصلوا بيا نعاود نشرح لهم الطريقه بالضبط. نتمنى لكم نهار سعيد والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.